السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد نور من قناة أخبار الرياضة أحمد نور. رجعنا بعد غياب 3 أشهر، إن شاء الله تكون العودة بقوة، ولكن نحن بدنا دعم. طبعا أنا هذا الفيديو رح أحطه على قناتين، قناة أخبار الرياضة أحمد نور اللي فيها 16,000 مشترك، والقناة الثانية اللي مسوية قناة احتياطية اللي اسمها ملوك ألعاب الأسطورية رح تكون بالوسط. طبعا اليوم أول رح نحكي عن بطولة رح تبدأ بعد 3 أيام اللي هي كأس الخليج، اللي هو خليج الكويت، خليج ال24، خليج اللي فيه مجموعتين فقط، كلهم منتخبات عربية. يعني بالنسبة للمتابع العربي راح يستمتع في البطولة من دون أي أعصاب، بدون أي شيء، لأن البطولة راح تروح للمنتخب العربي أي مكان يكون. ولكن بالبداية بحب أقول ألف مبروك لريال مدريد بطولة الانتر كونتيننتال، بطولة الكأس القارات على حساب باشوكا المكسيكي بنتيجة 3-0. طبعا رح نبدأ تحليلنا لبطولة كأس الخليج، وراح أحاول فيديو يكون قصير. طبعا راح أتوقع المجموعتين. نحن عندنا مجموعتين، المجموعة الأولى فيها المستضيف الكويت صاحب الأرض، والمركز معنا الكويت وقطر والإمارات وعمان. مجموعة حلوة، مجموعة فيها صاحب الأرض الكويت، ان شاء الله راح يقدم مستوى جيد. المجموعة راح نرجع هلا نتوقع من الاول والثاني عشان ما يكون الفيديو كتير طويل، لانه هي مجرد توقعات، وراح نحاول بعد كل جولة نطلع فيديو قصير نتائج مع ابرز المباراة تحليل. وبنرجع بنقول مبروك لريال مدريد نحو اللقب الثاني هذا الموسم بعد السوبر الاوروبي. وريال مدريد بحاجة القاب، يعني ممكن يطلع بإنجاز تاريخي، نحقق 7 بطولات مع كأس العالم للأندية اللي راح يكون بالشهر السادس من 2025. المهم، حكينا المجموعة الأولى الكويت قطر الإمارات عمان. المجموعة الثانية اللي فيها العراق السعودية والبحرين واليمن. طبعا والبطولة بشكل عام نتمنى التوفيق لكل المنتخبات، ولكن نتمنى بالتحديد التوفيق للمنتخبات المشاركة بكأس العالم، بتصفيات كأس العالم، اللي هن العراق وقطر والإمارات والسعودية والبحرين. طبعا المجموعة الأولى الكويت المستضيف صاحب الأرض، مجموعة بالنسبة لي صعبة، الكويت مجموعة صعبة، والكويت لازم يستفيد كون الجولة الأولى رح يواجه العمان، والجولة الأولى رح يكون في صدام بين قطر والإمارات. مجموعة صعبة، صاحب الأرض خسارة إنه يطلع من دوري المجموعات، ولكن بتوقع الإمارات رح يتصدر المجموعة بحكم الإمارات راح فاز على قطر رايح جاي بالتصفيات كأس العالم اللي كانوا بمجموعة واحدة. طبعا بتوقع الإمارات رح تكون متصدرة المجموعة، وقطر رح تصير بصراع كبير بين الكويت وعمان، يعني عمان كمان مو خصم هين، رح يكون في صراع كبير ورح يحقق المركز الثاني. ولكن بتوقع قطر بحال لو بوضعه الحالي رح يحقق المركز الثاني ب4 نقاط، يعني فوز خسارة وتعادل. يعني خلينا نفصل تفصيل انه قطر راح يكسب الكويت، راح يتعادل مع عمان ويخسر مع الامارات. هو قطر راح يخسر مع الامارات قطع بت، يعني توقعاتي خلاص قطر راح يخسر مع الامارات، راح يخسر مع الامارات وراح يكسب الكويت ويتعادل مع عمان. عمان بهيك مجموعات بيعذب خصمه، يمكن عمان يطلع ب3 تعادلات بس يطلع برا البطولة ب3 تعادلات. عندنا المجموعة الثانية مجموعة قوية، يعني مشتعلة فيها، رح نقول مع الأسف اليمن رح يكون الحلقة الأضعف في المجموعة، ولكن مثل عمان رح يعذب خصومه الحلقة الأضعف. عندك صراع المجموعة بين العراق والسعودية على البطاقة الأولى والبحرين. طبعا بصراحة موقف البحرين بوقفته وخصوم ضد استراليا يتعادل على الدقائق الأخيرة، وبالذهاب كان كسبان استراليا ب1-0. يعني البحرين للأمانة بتصفيات كأس العالم أبدع، نودع الآن بدأ بنفس إبداعه. البحرين راح يكون صعب على الخصوم، يعني راح يكون صعب عليه وراح يكون مفاجأة، ولكن تقديري أنا سيد المجموعة راح يكون العراق، والوصيف السعودية، والبحرين الثالث بصعوبة طبعا، واليمن الرابع، أو يعني البحرين يتأهل على حساب السعودية بفرق الأهداف بفرق المواجهات. المهم توقعاتي لهيك إنه المجموعة الأولى رح يتسيدها الإمارات وقطر، والمجموعة الثانية رح يتسيدها العراق والسعودية. يعني رح نشوف نصف نهائي، طبعا البطولة كتير قصيرة، رح نشوف نصف النهائي
أن الإمارات راح يواجه السعودية وقطر راح يواجه العراق. وأنا برأيي الشخصي أو بتمنياتي بتمنى نشوف الأخضر السعودي وقطر في النهائي. للأمانة بتمنى الأخضر السعودي وقطر في النهائي مع احترامنا للعراق. والعراق راح يعني مرشح كبير يكون بطل للبطولة، يعني مرشحين كتير بهالبطولة، خصوصا البطولة اللي نحن عم نحكي عن 8 فرق. إن شاء الله ما يكون الفيديو طويل عليكم، إن شاء الله تكون العودة كويسة. مثل ما حكيت إنه بكل جولة رح نحكي النتائج وأبرز المواجهات، لأن الجولة الأولى فيها مواجهات حلوة. السلام عليكم.